السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في هذا التقديم الخاص بمباراة المغرب وهولندا عن دور الاثنان والثلاثون من كأس العالم 2026 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. إذا تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع المنتخب الهولندي في واحدة من أقوى مواجهات دور الاثنان والثلاثون من كأس العالم 2026، في مباراة لا تقبل القسم على اثنين، والفائز منها سيواصل مشواره نحو الدور ثمن النهائي لمواجهة كندا. يدخل المنتخب المغربي هذه المباراة بثقة كبيرة بعد دور مجموعات مميز، حيث نجح في إنهاء المجموعة ثانيا خلف البرازيل بفارق الأهداف فقط، بعدما تعادل مع البرازيل وفاز على كل من اسكتلندا وهايتي، ليؤكد أنه أحد المنتخبات الأكثر تطورا في البطولة. كما يطمح أسود الأطلس إلى مواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز الكبير بمونديال قطر 2022. في المقابل تدخل هولندا المواجهة بعدما تصدرت مجموعتها دون هزيمة، معتمدة على قوة هجومها إلى جانب خبرتها في الأدوار الإقصائية، وهو ما يجعل المواجهة متوازنة وصعبة للطرفين. بالنسبة لترتيب الفيفا، فالمنتخب المغربي يوجد في المرتبة السادسة، يليه مباشرة منتخب هولندا السابع، في حين تاريخيا تواجه المنتخبان مرتين فاز بهما المنتخب الهولندي بنفس النتيجة 2-1، كانت الأولى في مونديال 1994 والأخرى ودية سنة 2017. لذلك يدخل المغرب بطموح رد الاعتبار وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية. فهل ينجح إذن أسود الأطلس في مواصلة الحلم وإقصاء أحد أبرز المرشحين، أم أن الطواحين الهولندية ستفرض خبرتها وتحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم؟ بحسب توقعاتي الشخصية، في المنتخب المغربي سيخرج رابحا بالمباراة إن شاء الله، وذلك راجع لعدة اعتبارات. أولها هي معرفة أغلبية لاعبي المنتخب الوطني بمنتخب هولندا وبالدوري الهولندي. أعزائي الكرام، شاركونا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تذكير بتوقيت المباراة: ستنطلق المباراة على الساعة 2 من صبيحة الثلاثاء بتوقيت المغرب، الجزائر وتونس، 4 فجرا بتوقيت السعودية ومصر. فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.